سراج يقول قدم لابن عيفه ما يلي شكرا وتقديرا على قول النشامه واحترام. قلت ابشر اني عند ظنك وانت خالي واجملي جملتنا وفلاح جمل عزوته صبيانه. يام الله يبيض وجه ابن عيفه رفيعه المنزلي واعداد مغرد على خضر الشجر طيره الحمام شيخ ولد شيخ مداره في النجومه الزحلي وبينك حطان ويامنا مسح على صدرها وسام بوجه طويل نعترض به والسحابه يهم لي في الساعة اللي ترتجف فيها صليبات العظام وربعه بني عمه وابو شيبه هذا ظافر علي شيخ العمر اللي ترد نقوم من حمراء الجهام رسم حلف رسني لا قامت تفوح وتصطلي عز الله ان اللي وزاهم طول عمرها ما يضام راحوا الشيخ من شيوخ وعيله رجالا شلي ثم طفول فتنه وهي تلها بالعامن عقب عام ذي بن عايض شيخ ربعه للشدايد مدهلي وربعه حزامه اللي تخيرنا له صح من الكلام مثل السباع اللي مضرات على فج الخلي ومثل الصقور اللي مخالبها تعشيها اشمام يا اهل المكارم يا بحور ما تنزح حد لي انتوا اجملتوا كل ابوكم في البدايه والختام وعند النهايه والله ان اقول والمخرج ملي لا رحم ابو رجال ما هو يفتخر بفعول يام من غير قاصر في بني عمي وخالي واجملي لو بتمنى اني من اهل العز يا محللت الصعبه الى قامت تغيظ وتمتلي تكفر ردوا لي عليهم يا رجاجيل السلام. هذا الكلام اللي خالي من لسانك قلت لي جزل القصيد اللي لا عديته ما يلحقني ملام وانا إلا قلت القصيده واعتزيته اخو علي ما قد ميدي طال عمرك كن على فرخه السلام لان القصيده ما عليكم زود لان القصيده انواع فيه محرم ومحللي وانا استبيحه في الحلال ولا استبيحه في الحرام وختامها مسكنه وقول مسبح ومهللي الله يا ابو فيصل يهنيك الذخيره والاحزان.